أهلا بيكم في فيديو جديد. يلا بينا النهاردة مع بعض هنعمل شنطة سهلة وسريعة، غرزة سهلة جدا والنتيجة بتاعتها روعة. إذا أول مرة تشوفي القناة معاكي منا، ودي قناة برنسس ميد كروشيه، ما تنسيش الاشتراك ويلا بينا على طول نبتدي. استخدمت 300 جرام من خيط السلسلة، تقدري تستخدمي خيط المكرمية المصري، سمك الخيط 3 مللي، واستخدمت إبرة 4.5 مللي. بدأت وعملت عقدة بداية واشتغلت 16 سلسلة. ستاشر سلسلة عملوا معايا 12 سنتي. إذا عايزة تكبري حجم الشنطة بتزودي عدد السلاسل. ده وش السلاسل مش بشتغل فيه، بقلب السلسلة على الظهر بتاعها كده، هلاقي عندي حلقات، هي دي اللي هشتغل فيها. أول حلقة دي مش هشتغل فيها، هشتغل من الحلقة التانية هنا كده بالظبط. هدخل جوه الحلقة اسحب خيط، بيبقى عندي لفتين على الإبرة، هسحب خيط من لفتين ودي اسمها غرزة حشو. هشتغل 15 غرزة حشو. اتأكدت خلاص ان انا عملت 15 غرزة حشو. ارتفع سلسلة، والسطر التاني هشتغل تحت الحلقتين برضو 15 غرزة حشو. اكمل السطر بتاعي بغرز الحشو وارتفع بال15 غرزة دول عدد سطور. انا اشتغلت بالظبط 8 سطور، 2 4 6 8، او بطريقة عدة تانية 1 2 3 4 5 6 7 8. دلوقتي هقفل القطعة اللي عملتها بغرز الحشو. ارتفع سلسلة واشتغل 8 غرزة حشو. اول غرزة هشتغلها في نفس المكان اللي انا كنت عاملة فيه اخر غرزة هنا كده بالظبط. دي كده اول غرزة في السطر هحط فيها علامة، وبعدين هروح لاخر كل سطر وهعمل غرزة الحشو بتاعته هنا وهنا وهنا وهنا. هكملهم 8 غرزة حشو كده، 2 3 4 5 6 7 8. هروح للجنب اللي عليه الدور، واول غرزة في الجنب هشتغل فيها تزايد ثلاثي، يعني هشتغل 3 غرزة حشو في نفس المكان. 1 2 3. بعد كده هشتغل 13 غرزة حشو لحد ما اوصل اخر غرزة عندي في الجنب. ولما بوصل لاخر غرزة في الجنب برضو بشتغل فيها تزايد ثلاثي، 3 غرزة حشو في نفس المكان. خلصنا خلاص الجنب ده، هنروح للجنب اللي عليه الدور وهشتغل فيه 8 غرزة حشو، اخر كل سطر غرزة الحشو بتاعته.
الجنب اللي عليه الدور أول غرزة هشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس المكان، بعد كده هشتغل 13 غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة في الجنب. ولما بوصل لاخر غرزة في الجنب بشتغل فيها تزايد ثلاثي، هروح لأول غرزة انا حاطة فيها العلامة وهنزل كده تحت الحلقتين وهقفل بغرزة منزلقة وارتفاع سلسلة، وكده انا خلصت القاعدة بتاعة الشنطة. الطول كان 15 سنتي والعرض كان 8 سنتي ونص. اروح لنفس المكان اللي انا عاملة فيه غرزة المنزلقة والسلسلة وادخل كده في الحلقة الخلفية والحلقة اللي ورا الخلفية دي ودي كده بالظبط، واعمل غرزة حشو، واول غرزة دي هحط فيها علامة. الدور الجاي ده كله هيكون غرز حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها، هدخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية والحلقة اللي وراها واعمل غرزة حشو. دي كده الغرزة اللي عليها الدور، ده كده الحلقتين. انا الحلقة الامامية دي مش بشتغل فيها، بدخل في الحلقة الخلفية هنا كده بالظبط والحلقة اللي ورا الخلفية هنا كده. اكمل بقى الدور كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها لحد ما اوصل للعلامة. الغرزة بتاعتي بتحتاج لعدد فردي، فانا هشتغل في غرزة المنزلقة عشان اظبط العدد، فهدخل في الحلقة الخلفية بتاعت غرزة المنزلقة هنا كده واعمل غرزة حشو، وبعدين هحط العلامة في غرزة الحشو الاولى دي، بعد كده هتكون اول غرزة كل سطر، والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو عميق. السلسلة دي انا مليش دعوة بيها، هدخل على طول للغرزة دي تحت كده حرف ال V واعمل غرزة حشو عميق، واكرر تاني الغرزة اللي بعدها حشو في الحلقة الخلفية، والغرزة اللي بعدها بعمل غرزة حشو عميق تحت الحرف ال V هنا، ده كده بنزل تحت منه بالإبرة هنا كده بالظبط. يبقى بنزل كده تحت حرف ال V تحت الغرزة كده وهعمل غرزة حشو عميق، واللي بعديها ارجع اكرر تاني حشو في الحلقة الخلفية، واللي بعديها غرزة حشو عميق هنا كده بالظبط تحت حرف ال V ده بنزل وبعمل غرزة حشو عميق، وهكذا اكرر. هفضل بقى شغالة غرزة حشو في الحلقة الخلفية واللي بعديها غرزة حشو عميق لحد ما اوصل للعلامة. الشغل دوران بدون فواصل،
اخر غرزة عندي في الدور كانت غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هفك بقى العلامة اللي هي اول غرزة في السطر الجاي، وهعمل غرزة حشو عميق، واول غرزة هحط فيها علامة. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة حشو في الحلقة الخلفية، واللي بعديها هتكون غرزة حشو عميق، هنا كده بالظبط، واعمل غرزة حشو عميق واكرر بقى غرزة حشو في الحلقة الخلفية، غرزة حشو عميق لحد ما اوصل للعلامة. هفضل شغالة دوران لحد ما ارتفع عدد سطور. انا فضلت شغالة لحد ما وصلت لطول 17 سنتي. هفك العلامة وهشتغل اخر دور غرز منزلقة في الحلقات الخلفية. بدخل في الحلقة الخلفية اسحب خيط واسحبه من اللفة اللي على الابرة، وهفضل شغالة غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل تاني للعلامة. انا عملت غرز منزلقة في الغرز كلها، اخر غرزة بس اللي ما عملتهاش. هفصل بقى الخيط واخر غرزة دي هكونها. هسيب الغرزة دي وهروح للغرزة اللي كان فيها العلامة وهسحب الخيط كده على جوه، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط وادخل كده جواها واسحب الخيط تاني على جوه، وده بيعمل معايا شكل السلسلة بالظبط. اي خيط زيادة بقى بنضفه تحت الغرز. شنطة من اسهل واسرع ما يكون، والنتيجة بتاعتها روعة. يلا بقى، اذا وصلتي للدقيقة دي من الفيديو اعملي لايك واكتبي لي في الكومنتات بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة. استخدمت بالظبط بكرة كاملة 250 جرام، شوية صغيرين من البكرة التانية. مقاسات الشنطة بالتفصيل موجودة عندكم اول الفيديو. اذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني بفيديو جديد.